لما سوريا كانت بتتحول لخراب، مين فتح البيوت والبلاد؟ كانت مصر. مصر استقبلت مئات السوريين والسوريات بدون مخيمات ولا أسوار. اشتغلوا وفتحوا محلات وكافيهات وكسبوا عيشهم كأنهم أهل بلد مش ضيوف. مصر حضنتهم في وقت بلدهم كانت بتتدمر وجيشهم كان بيتكسر، وإسرائيل اللي ضربت جيشهم واستولت على جبل الشيخ ودمرت كل معداتهم، ما سمعناش ولا مظاهرة ضدها. لكن الغريب انهم يطلعوا في شوارعهم يهتفوا ضد مصر ورئيس مصر. مصر ما بتتهزش من هتافات ولا شوية مظاهرات. مصر أكبر من الجحود ونكران الجميل، وأقوى من أي كلمة تتقال ضدها. واللي حضنكم ساعة الدمار هيفضل أقوى من أي شعارات.